من بعد التخرج مريت بتجارب كتير. ما كنتش عارف ازاي اتعامل معاها، ما كنتش عارف ازاي افهم نفسي صح، ما كنتش عارف ازاي يعني مش عارف ازاي اتعامل مع المواقف بتاعه الشغل اللي انا بتحط فيها مع الناس او في اي مكان عامه. عشان نطور الجزء الوظيفي عندي من ناحيه التعامل مع المانجمنت عندي، اذا كان من ناحيه السي ليفل او الدايركتور، وازاي اطور نفسي في الجزء ده. كنت متاكد ان هيبقى فيها ادد فاليو، وكنت اعرف ان هيبقى في ميتنج او جروب مع دكتور خالد، فكنت يعني عارف ان دي حاجه اوريدي هتفيدني. فقلت اكيد هستفيد من الكورس، واكيد هستفيد من وجودي مع دكتور خالد سواء في ميتنج او في الجروب او ايا كان. مهما كان شايف التفاصيل قدامه، بيبقى محتاج ان هو يبقى محاط باخرين عندهم وجهة نظر تانية، وفي كأن في مراية بترفلكت صورته الحقيقية وبتديله وجهة نظر من زاوية مختلفة. اكتر ان انا اقابل دكتور خالد وان انا اتعلم منه المفروض الحاجات اللي هقابل فيها مشاكل، اكت المشاكل دي ازاي، عشان كل حاجه بتتكرر. المشاكل اللي حصلت معاه في 1 و2 و3 و4 ممكن تحصل معايا برضو، فبدل ما انا اغلط الغلطات ديت ان انا اسكيب الحاجات دي كلها وادخل في المفيد على طول، بحيث ان انا اوصل للهدف اللي انا عايزه بوقت اسرع وفي وقت اقل. انا اعدي مرحله من حياتي اللي انا خلاص بنهي مرحله الدراسيه، فانا تفكيري لسه منطبق على المرحله الدراسيه بس، لكن انجح اكتر خلينا نستفاد ان انا ابدا بقى ابص لقدام، ابدا ابص لشخصيتي، ابدا ابص ان انا اطور ازاي في شخصيتي، اطور ازاي في مرحله المهنيه.